السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي اتم صحة وسعادة، ويجعل سعادة الدنيا كلها بين ايديكم وتحت رجليكم يا رب العالمين. معكم سارة. لاول مرة هتشوفيني او هتشوفي القناة، يا ريت تنزلي تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتختاري كلمة الكل، عشان اي فيديو ان شاء الله بعد كده انزله يوصلك على طول عندك في الاشعارات بدون ما تبحثي على الفيديو او تبحثي عن القناه. وفي نفس الوقت هتنزلي على علامه اللايك، تحطي لايك حلو كده الفيديو عشان يترفع يوصل لاكبر عدد من الناس. طبعا انتوا وحشتوني جدا، وحشتوني كتير خالص. النهارده ان شاء الله يا بنات احنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا، بس قبل ما ابدا هقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين يا رب العالمين. قولوا امين امين امين. هنتكلم النهارده عن اهم المنشطات اللي بتساعد على الحمل، وايه هي اهم المنشطات للحمل في ولد، او الانواع المناسبه للحمل في ولد، وايه هي الانواع المناسبه للحمل في بنت. اولا كده عشان يحصل حمل، في ناس كتير بيتعطل معاها الحمل او ما بيحصلش حمل معاها بسهوله، فبتضطر او بتلجأ لاستخدام المنشطات. كمان في بنات بيكون عندها مشاكل في الحمل، تكيسات او اي مشكله في الحمل، فبتضطر برضو تلجأ الى استخدام المنشطات. المنشطات هي عباره عن هرمون، الهرمون ده بينشط المبيض عندك، فبينتج المبيض، فبيحفز المبيض على انتاج بويضات، على انتاج بويضات. البويضات دي بتكون صالحة للاخصاب لو حجمها مناسب، يعني لو حجمها اكتر من 16 ملي واقل من 25 ملي. تمام. الحجم ده اللي هو من بعد 16 ملي لحد 25 ملي، الحجم ده بيكون مناسب للاخصاب. ساعتها ما انت بتاخدي منشطات بتنشط المبيض، فممكن المبيض الايمن والمبيض الايسر لو عندك الاثنين نشيطين، الاثنين ينتجوا بويضات، وممكن مبيض واحد بس هو اللي يكون نشط وينتج بويضات. فهو عباره عن هرمون، الهرمون ده بيكون بيحفز المبيض، يعني هرمونات انثويه بتحفز المبيض على انتاج بويضات. البويضات دي بتكون صالحه للاخصاب حسب حجمها، ومن وقتها بيحصل عندك الحمل ان شاء الله. دايما المنشطات بتتاخد في الوقت بتاع الدوره، اللي هو من اول يوم للدوره لحد اليوم الخامس او لحد اليوم العاشر، حسب نوع المنشط اللي انت بتاخديه. في منشطات معينه بتكون مناسبه مع انجاب الذكور، وفي منشطات معينه بتكون مناسبه مع انجاب الاناث. طب ايه الفكره في كده؟ الفكره ان في منشطات بتكون اقل في هرمون الاستروجين. احنا طبعا لما بناخد اي منشط بيكون نسبه الحمل في الاناث اكثر من الذكور، لان المنشط هو هرمون انثوي، فبيساعد المبيض على تحفيز المبيض على انتاج بويضات. تمام. هو بيكون عباره عن هرمون الاستروجين. هرمون الاستروجين ده هو اللي بيكون الحاجه اللي بتساعد المبيض او بتحفز المبيض على انتاج بويضات. فانت لما بتيجي تاخدي المنشط بتبداي ان انت تحفزي المبيض على انتاج بويضات، معنى كده ان انت واخده حاجه فيها ايه؟ هرمون انوثه. فاما بتاخدي المنشطات بنسبه كبيره بيحصل حمل في بنت، يعني معظم البنات اللي بتاخد منشطات بيحصل حمل في بنت. طيب في منشطات بقى بيكون فيها اقل نسبه الاستروجين، يعني نسبه الاستروجين مش عاليه، بسيطه شويه، فبتضطري ان انت تاخديها لانجاب الذكور. في انواع معينه مناسبه مع انجاب الذكور، وفي انواع معينه مناسبه مع انجاب الاناث. بس خليني الاول اقولك تاخديهم امتى وازاي. معظم المنشطات يا بنات بتتاخد من اول يوم للدوره لحد اليوم الخامس، كل يوم حبايتين. من اول يوم للدوره لحد اليوم الخامس كل يوم حبايتين، حبايه الصبح وحبايه بالليل. زي الكلوميد مثلا، زي الليترازول، زي انواع تانية كتير، مثلا زي في مارا. كل ده بيتاخد من اول يوم للدوره لحد اليوم الخامس، كل يوم حبايتين. بعد كده بيبدا ان التبويض ينشط عندك، وتبدا العلاقه في ايام التبويض بدايه من اليوم العاشر لحد اليوم ال18. لو عايزه حمل في ولد بيكون وقت معين للعلاقه، لو عايزه حمل في بنت بيكون في وقت معين للعلاقه. طيب ايه بقى الانواع المناسبه للحمل في بنت؟ هقولهم لك بالتدريج، ودول الانواع اللي بتكون مناسبه للحمل في بنت. النوعين يا بنات المناسبين للحمل في بنت هو نوع اسمه كلوميد، منشط كلوميد. تمام. الحبايه بتحتوي الشريط بيحتوي على حوالي 10 اقراص. كل يوم بتاخدي قرصين
من اول يوم للدوره لحد اليوم الخامس. ده بيكبر حجم البويضه وبيخلي كمان طبقات البويضه سميكه، فاللي بيقدر يخترقها الحيوان المنوي الانثوي اللي هو الكولوميد. الكولوميد مناسب. نوع تاني اسمه الكولومين. الكولومين هو الكولوميد، بس انت حسب البلد عندك، يعني انت لو في بلاد بره بيكون اسمه كده كولومين. تمام. الكولومين برضو مناسب لانجاب الاناث، برضو نفس الفكره، كل يوم حبيتين من اول يوم للدوره لحد اليوم الخامس. الماده الفعاله بتاعتهم اسمها كولوموفين. دي الماده الفعاله بتاعت الكولوميد عامه. تمام. طيب انت بقى بتشوفي الماده الفعاله، ولو عايزاه بتقولي للصيدلي هو بيديكي الاسم الدواء اللي هو موجود عندك في البلد. طيب ده بالنسبه للمنشطات اللي بتساعد على انجاب الاناث اللي هو الكولومين. وفي حقنه اسمها فوستومين. الحقنه دي برضو معظم اللي بياخدها بيساعدوا على انجاب الاناث لانها في نسبه الاستروجين عاليه. نيجي بقى للمنشطات اللي بتساعد على انجاب الذكور. اول حاجه منشط فيمارا. منشط فيمارا نسبه الاستروجين فيه قليله، كمان هو بيتاخد مع البنات اللي عندها تكيسات لانه بيكون مناسب مع حاله التكيسات، ما بينشطش التبويض قوي جدا، وكمان بيساعد على خروج البويضه، وما بيجعلش جدار البويضه او طبقات البويضه ما بيخليهاش سميكه او تكون مثلا كذا طبقه. تمام. طيب فيمارا بيتاخد من اول يوم للدوره لحد اليوم الخامس، كل يوم حبايتين. سعره غالي شويه ب 180 جنيه تقريبا حسب كل مكان، بس هو زي ما انا قلت لك كده مناسب لان نسبه الاستروجين فيه قليله، ما بيكبرش حجم البويضه وما بيزودش عدد طبقات البويضه، فيقدر الحيوان المنوي الذكر ان هو يخترقها. النوع التاني يا بنات هو منشط تكنوفيولا. تكنوفيولا بس بتاخدي منه حبايه واحده مش حبايتين. لو خدتي حبايتين منه يبقى زيه زي الكولوميد بالظبط، زي الكولوميد اللي هو مناسب مع انجاب الاناث. بتاخدي منه حبايه واحده فقط من اول يوم للدوره لحد اليوم الخامس، كل يوم حبايه واحده فقط لا غير. ده هيخلي جدار البويضه مش سميك، وكمان هيرقق جدار البويضه ومناسب مع انجاب الذكور. تالت منشط هو الليترازول. لترازول. تمام. منشط لترازول ده مناسب مع انجاب الذكور لان ماده اللترازول دي مناسبه مع انجاب الذكور زيها زي الفيمارا بالظبط، فهو منشط مناسب ان شاء الله مع انجاب الذكور. المنشط اللي بعد كده يا بنات هو نولفيدكس. النولفيدكس ده يعتبر منشط بيساعد على المبيض على انتاج بويضات، ولكنه بيجعل البويضات جدارها رقيق فيقدر الحيوان المنوي الذكر ان هو يخترقها. فمنشط منشط نيلفادوكس كويس جدا وهو مناسب، وانا كنت منزلاه قبل كده، وهو ثمنه رخيص جدا ب9 جنيه تقريبا، وكمان بيكون في كذا شريط وبتاخديه، بس هو بتاخديه من اول يوم للدوره لحد اليوم العاشر، كل يوم حبايتين من اول يوم للدوره لحد اليوم العاشر، مش اليوم الخامس لان مفعوله ضعيف مش مفعوله قوي يعني. فزي ما بقول لك كده اسمه نولفيدكس. بعد كده منشط اسمه فيمارا، وده بيحتوي على الاعشاب الطبيعيه، عشان كده بيكون نسبه الاستروجين فيه قليله لان هو مش بيحتوي على مواد كيماويه. تمام. ده بتجيبيه من موقع امازون او بتجيبيه من اي صيدليه كبيره بتجيب ادويه مستورده، اسمه فيتكس. تمام. ده برضو منشط كويس وبيساعد على انجاب توأم ذكور ان شاء الله، يعني هو معظم اللي بياخده بيساعدهم على انجاب التوائم. لو عندك نسبه وراثه في العيله هيكون فرصتك افضل لانجاب التوائم. فدي المنشطات المناسبه مع الحمل في ولد، ودي المنشطات المناسبه مع الحمل في بنت، وتعتبر منشطات الحمل في بنت مش كتير يعني، بس هي بتكبر جدار البويضه. كمان المنشطات الحمل في ولد بيكون ماده الاستروجين فيها اقل، وبتكون مناسبه مع اتباع نظام الحمل في ولد والنظام الغذائي الصحي والجماعي. لازما يوم نزول البويضه ولازما تمشي على كل الخطوات عشان كل حاجه بتكمل التانيه. هو ده الفيديو بتاع النهارده اللي انا حبيت ان افيدك بيه بالمعلومات دي، يا رب اكون افدتكم واكون ضيفه خفيفه عليكم كده يا رب، وقدرت ان انا اوصلك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه تفهم منها الموضوع ايه. متنسينيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناه مع تفعيل الجرس، ولو عندك اي سؤال اتفضلي تحت في التعليقات. واستنوني في البث المباشر. قولي يا هاي حطي لايك.
واستنى يوم السبت والاثنين والخميس الساعه 10 بتوقيت مصر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.